الكلمة صار جسدا وحل بيننا. جاءنا المسيح لكي يعلن لنا الله. بدون تجسد المسيح ما كان في الإمكان لأي إنسان أن يعرف الله إطلاقا، فالله روح. من ذا الذي يستطيع أن يصل إلى الله الروح ليعرفه؟ طب وأنا إنسان مادي محدود، ذهني تنجس بالخطية. بص يا أحبائي، مش نقدر نعرف الله إلا عندما يعلن عن نفسه. هل أعلن الله عن نفسه؟ طبعا. افتتاحية هذا الإنجيل تقول لنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة، وكان الكلمة الله. برضو الكلمة الله، لكن مين فينا سمع الله ولا شاف الله ولا عرف الله؟ لغاية ما يقول لي: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، ده يلخص لنا العهد القديم، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة، ده كل العهد الجديد، في ابنه. من هو ابنه؟ الذي جعله وارثا لكل شيء. المسيح هو الكلمة، فوصل إلينا المسيح لكي يعرف الله. بدون الكلمة من ذا الذي يستطيع أن يعرف الله؟ ظل الله في أذهان البشر أنه غائبا عن الساحة، هو يسكن في الضباب. من يعرفه؟ يقول أيوب: من يعطيني أن أجده؟ أروح له فين؟ من يوصلني ليه؟ لكن عايز أقول لأيوب بعدما أعلن في العهد الجديد أن المسيح وصل إلينا: ما عجزت عنه يا أيوب قد تممه المسيح، فالله وصل إلينا.